بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على استقرار روابط الأخوة وحسن الجوار. لا يمكن هنا تشوف كما قلت لكم أخلاق الملوك. كاين أخلاق الصعاليك وكاين أخلاق الملوك. هنا فعلا إنسان له القدرة على رؤية المستقبل، يشوف القدام، ما يشوفش اللحظة تاع الانتصار بحد ذاتها، باسكو لحظة الانتصار غادي نحتفلوا بها وخلاص، ما انتصرنا به وله، حصلنا عليه، من بعد علينا أن نمضي قدما. الملك محمد السادس ينظر إلى مستقبل المغرب ومستقبل المنطقة، وحاب فعلا أنه يفتح صفحة جديدة مع النظام الجزائري. وفي هذا الخطاب تاعو قدم دعوة مباشرة إلى الرئيس الحالي المعين عبد المجيد تبون، ولكن هو قدم له دعوة للحوار، تجاوز الخلافات، بناء علاقات جيدة تقوم على التقارب وحسن الجوار. بمعنى ننسوا الماضي، غادي يكون له من الكرم ما يكفي انه غادي يسامحكم وينسى الشيء اللي درتوه واللي هدرتوه واللي قلتوا عليه، ويعتبر انه تا حاجه ما صرات، ويقدم لكم فرصه جديده، ويمد يده هو انه يبادر رغم انه منتصر ولا يحتاج الى الجزائر. عنده امريكا، عنده الدول الاوروبيه، الدول العربيه، الدول الافريقيه، عنده العالم كله في ظهره، ومع ذلك لا يريد أن يستصغر شيء، يعني في قمة الأخلاق صراحة، وأيضا في قمة الذكاء، لأنه باغي يهني راسه ويشوف منا القدام، لأن ما يهم ملك المغرب هو المستقبل وليس اللحظة الراهنة الآن فقط. جدد التزامنا بمواصلة الأمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. هنا أفتح قوس لأتساءل ماذا سيكون رد النظام الجزائري بعد ساعات قليلة في الصحف، وماذا سيكون رد تبون، وماذا سيكون رد الجنرالات، باسكو على بالي الآن راهم في حالة عويل، والشياط راه يخرج من الجزائر دروك، الزقال مدابزة، البكا، المعايرة، كاين اللي راح ضربها بسكرة. إذا لا أعرف إذا كان هناك إنسان عاقل في النظام الجزائري ممكن أن يستوعب الفرصة العظيمة التي تتاح لهم مرة أخرى، للمرة المليون، من ملك المغرب الذي يمد يده للجزائر لتكون شريكة مع المغرب في البناء، في المستقبل، في الاستثمار. نشوفوا، باسكو غادي نضرب طلة غدوة على ماذا قال الجنرالات تبون وماذا قالت الصحافة تاع النظام، ونشوفوا اسكو غادي يهضروا بنفس اللغة المعتادة تاعهم، الغوغائية العاطفية، الإنكار، البكاء كذا، ولا غادي يتبنوا لغة جديدة في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كما نترحم على الأرواح الطاهرة لمبدئها والذين نؤمن عن جلالة الملك حسن الثاني أكرم الله مثواه وكل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة تاريخية عظيمة من الملك المغربي محمد السادس للشعب، لسكان المخيمات، لمن يريدون فتح صفحة جديدة، للناس اللي دعموا المملكة المغربية، وحتى للنظام الجزائري. لا يمكن أن أقول أكثر من أن هذه الكلمة ترسخ فعلا نوايا المملكة المغربية، نوايا المملكة المغربية في مستقبل أفضل صاي. وأقول لأصدقائي المغاربة سعداتكم بملك يفكر بهذه الطريقة. تحياتي لكم. صحراء مغربية. تبون شرا قيس ميزانية المغرب لمدة 10 سنوات، شراها سلاح على الروس، وفي الأخير الروس ما فوطاتش، امتنعت. يتسمى عطاو الصحراء إلى المغرب. إبراهيم غالي
ابراهيم غالي قال لك راهو يونطريني دركا في الجزائر كيفاش يولي يبوس اليد، وقال لك راه واحد لي زونطري رمو دوكا تاع ابراهيم غالي كيفاش يولي يبوس اليد. والله يا تبون لو كان جيت راجل الليله تحط الاستقاله تاعك، لو كان جات فيك ذره رجوله هكذا، نيف رجله هكذا، رجله زعيم، قال هذه نكسه للدبلوماسيه الجزائريه واخفاق لم تشهد له الدبلوماسيه مثيل، نقدم الاستقاله تاعي. طحان وجه الكف والبزاقيه، ربحت غير العيب. هاي الصحراء مغربيه بصحتهم. الناس السلام عليكم. يعني شيء يدمر الانسان تاع الصح. هذا بث مباشر استثنائي، لاني مانيش مقرر نعمل بث مباشر ليلة، لكن استفزني ما تكتبه جرائد الزريبة. يعني الطحين في الصحين يا مرخص يا طحاحنا يا كلاب يا مذلولين، على الأقل بالعفامكم يا مرخص، على الأقل بالعفامكم يا طحاحنا. صحافة الزريبة، صحافة الخرشف، صحافة الطحين، على الأقل بالعفامكم. خسرنا المعركة، خسرناها نعم. لا الصين ولا روسيا استعملت حق الفيتو، يعني ما استعملوش حق الفيتو، امتنعوا عن التصويت. وش معناتها امتنعوا عن التصويت؟ معناتها فتحوا الطريق أمام أمريكا أنها تفوت التقرير المقترح نتاعها ب 11 صوت. الزريبة نتاع الجزائر انتهى دوركم، على الأقل بالعفانكم يا طحاحنا. خسرنا المعركة نعم. فشلت الدبلوماسية الجزائرية فشلا ذريعا، وعندما أقول الدبلوماسية الجزائرية تبون ومن معه فشلوا فشلا ذريعا. وأنا أرى أن هذه القشة التي ستقسم ظهر البعير، وهذه القطرة التي ستفيض كأس الصبر اللي رانا صابرين عليكم، وبالتالي نقول انتهى تبون انتهى. فشل في كل شيء، فشل على المستوى الداخلي والخارجي، وليس أمامنا إلا المطالبة برحيل تبون. نعم تبون ارحل. مشيت للصحراء. أنا مشيت أنا وخويا، مشيت للصحراء ولدي، وبردنا بلادنا، نموتوا على بلادنا. عاش ملكنا، عاش بلادنا، عاش الملك، عاش سيدنا، عاشنا سيدنا بلادنا. مشيت للصحراء ولدي، أنا مشيت للصحراء أنا وخويا. والله يا أخوان الكرام لا أدري، ما أدري كيف أهنيكم، والله ما أدري كيف أهنيكم. بالزي المغربي ومن داخل المغرب ومن داخل الدار البيضاء، المغرب قاطبة، ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا، المغرب بكل من فيها وبكل أطيافها. من القلب إلى القلب نبارك لكم على تحصيل حاصل، يعني على هذا النهاية الجميلة لملف الصحراء أمميا. أفراحكم كبيرة، لكن فرحة الليلة لا تضاهيها فرحة. الله يكثر أفراحكم يا أخوانا في المغرب، والله نية العتم ما فيش عبارات ولا فيش أي حاجة. أنا أنتظر الآن الخطاب الملكي نعلق عليه، ثم بعد ذلك نلبس ونخرج نحتفل مع الإخوة المغاربة في الشارع، ما فيش غير هذا الكلام. نخرج الشارع ونفرح معاكم. صحراء مغربية أمميا، تم إقرار خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. الباقي تفاصيل مع ميتبون وشنقريحة. خذلكم الله. 1 نوفمبر ليس ذكرى 1 نوفمبر يوم الثورة، وإنما يوم النكسة، هو يوم النكسة العالمية الجزائرية. خطاب الملك لأول مرة فاجأ الجميع، سيفاجئ الجميع أن الملك يخطب مباشرة بعد الجلسة. هذا أمر كبير. وأنا سميته من قبل خطاب الملك، قبل سنة سميته خطاب النصر، قبل سنة
والله قبل سنة في ذكرى المسيرة السابق سميته خطاب النصر، واليوم سيخطب خطاب تحصيل النصر. أما النصر فهو واضح منذ الأزل أمميا، نحن نتكلم هنا أمميا، أما الصحراء فهي في مغربها والمغرب في صحرائه. أنا فخور أن الله سبحانه وتعالى وفقني أنني وقفت هذا الموقف مع إخواني المغاربة بأن الصحراء مغربية. وقفنا هذا الموقف والحمد لله تمت الأمور على ما يرام. باقي 60 يوم لعمي تبون، نتفق مع عمي تبون وشنقريحة نحفظ لهم ماء الوجه، ومن غلب عف. ألف 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 مبروك والعيون عيني والساقية الحمراء لي والواد وادي يا سيدي والواد وادي نمشي وفي كفوف السلام الله والنبي والقرآن معانا. أول مرة أغنيها بهذا اللذة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة، أنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. ليتني أستطيع أزغرط بس ما أعرف. ألف ألف مبروك. ما أنا داري كيف أبارك لكم والله ما أدري، بس إن شاء الله نشوفها في اللايفات. إلى اللقاء.